يقول يا دكتور الله يعطيك العافية، الأهل اللي يدرون إن ولدهم عنده اكتئاب واضطراب الشخصية لازم يخبرون زوجته قبل الزواج؟ لا طبعا، المفروض ما يزوجونه، عالجوه قبل وبعدين زوجوه. بنات الناس ما هو مصحة علاجية ولا عيادة علاجية ولا دكتور علاج معالج. ما يصير، ما ترضين أنت لنفسك ولا ترضين أنت لبنتك. المفترض إنه لا، عندكم حلين، يتعالجونه وتستقر أموره وكل شيء وعسى علقوه، أو إنه هو بيتعرف وبيجيب لكم إياها وهو يتزوجها، هذيك تعرفوا اختارته، هي حرة. أو إنكم لا تزوجونه، عالجوه زوجوه أو هو يجيب لكم. إذا رفض أيضا يا هو يجيبها يا أنتم لا تزوجونه. ربي بيحاسبكم زيك، ترى زي اللي ولدها مدمن ويتدخل تعالجه أسبوعين 3 شهر بعدين تطلع وتقول لي يلا خلينا نزوجك عشان تعقل. ما هي بعسكرية هي عشان يدخلوا لدي عقل، ولا هي مصحة تعديل سلوك ولا مستشفى. هذه بنت ناس، حرام تظلمونها. انتم تعرفون انه اخوكم عنده تعبان، تروحون تزوجونه، عالجوه ولا خلاص شكرا. طيب ضروري، الله يسعدكم.